عيونها كانت نافذة دخولها عالم الفن، وبتعتبر من أجمل الفنانات السوريات، طموحة وشغوفة جدا بالتمثيل، واللي دخلته بخدعة ما تدلش غير إنها امرأة مش بس جميلة، لأ وكمان ذكية جدا. روزينا لاسقاني من مواليد 1990 في مدينة حماة سوريا. من صغرها وهي بنت شقية جدا، غاوية تقلد الفنانات العربية، والأفلام والمسلسلات المصرية زرعت فيها حب النجومية، فبقى كل حلمها إنها تكون ممثلة، لكن دايما حلمها كان بيتقابل بالرفض التام من أسرتها، وعشان كده فكرت ازاي تدخل معهد الفنون المسرحية من غير ما تزعل أهلها، فأقنعتهم إنها تدخل المعهد لكن مش هتدخل قسم التمثيل مراضية ليهم يعني. وبالفعل دخلت قسم سينوغرافيا الخاص بتنسيق المسرح، لكن بالنسبة ليها دي كانت بداية تحقيق حلمها، وبعدها بتلعب الصدفة لعبتها وبيتعرض عليها دور صغير في فيلم ابتسم فأنت تموت، كان واحد من ضمن الأفلام القصيرة. وبعد معاناة قدرت تقنع أهلها بتقديم الدور، ومن هنا مسكت روزينا النجوم بإيدها وبدأت مشوارها الفني. وفي 2013 كان أول ظهور ليها في التلفزيون من خلال مسلسل ناطرين، وواحدة واحدة بقت من أشهر الفنانات السوريات، وخصوصا بعد مشاركتها مع تيم حسن في سلسلة الهيبة. جمال روزينا كان حديث الصحافة لفترة كبيرة، واللي حاولوا بكل الطرق ينشروا إشاعة إن جمالها مش طبيعي وإنها بتخضع لعمليات تجميل، وخصوصا بعد ظهورها في أكتر من صورة بأنف أصغر من الطبيعي. لكن نفت روزينا كل ده وقالت إنها مجرد فلاتر زي باقي الناس، لكن الأكيد إنها مش عمليات تجميل. أما بقى عن حياتها الخاصة، فروزينا دايما بتحرص إنها تكون بعيدة عن الأضواء، ففي 2019 نشرت صورة ظهرت فيها وهي ماسكة ايد خطيبها، وقالت انها حابة تكون حياتها الخاصة بعيدة عن الاضواء تماما، لكن شهور ونشرت خبر انفصالهم من غير اي اسباب، لكن اكتفت بصفة تتمناها في شريك حياتها الجديد، وقالت بتمنى يكون شخص واثق في نفسه ويقدر نجاحي ويكون جنبي. وده اللي فسروه المتابعين ان سبب الانفصال غيرة خطيبها من نجاحها، ولكن الاكيد ان روزينا مستحيل تستغنى عن حلمها وحبها للتمثيل عشان الجواز او علشان حتى تبني أسرة.